السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم بمناسبة إعلان تنسيقيات عن تمديد الإضراب وعدم العودة إلى الأقسام من أجل التدريس. نتكلم عن التنسيقيات فقط. نشاهد واحد الفيديو واحد الدكتور اش قال على التنسيقيات واش قال على الانتماءات ديالهم، هنا من أجل عرض رأيه ولكم التعليق في نهاية الفيديو. المرجو البارتاج والمشاركة وشكرا لكم. هاد 24 تنسيقية اللي كاينه 15 تنسيقية يقودها تيار سياسي معروف بمواقفه الراديكالية المتطرفة اللي هو النهج الديمقراطي، والتسعود اللي بقاو تتقودهم جماعة الكل تعرفها في المغرب اللي هي العدل والإحسان. وهاد الناس هادو من خلال تجارب النضالية السابقة، أعي جيدا ما أقول، لا يهمهم أي حل، هم يتمنون دائما ويسعون دائما للا حل حتى يشوهوا صورة المملكة في الخارج ويضعفونها داخليا. يعني هذه هي أهدافهم، وبالتالي فالقطار النضالي ديال السادة رجال التعليم قطار جميل، لكن عليه الحذر من القاطرة، فهي قد تزيغ بهم عن الطريق وعن الأهداف المنشودة.